تمام. احنا دايما بنقعد نصيح وبنقول ادمان السوشيال ميديا، واهم حاجه بنركز عليها ادمان الفيسبوك. يا جماعه يا جماعه المفروض ما نستخدمش الفيسبوك، يا جماعه المفروض نبطل استخدام الفيسبوك لمده 30 يوم متواصل. بس الفيسبوك يعني دلوقتي الناس مش بتستخدمه كتير، او ده اللي انا ملاحظه، او هو ما بقاش الفيسبوك بتاع زمان اللي انا اتكلمت عليه في الحلقه الاولى من برنامج الشيخ ادم. مش متخيلين السنين الكتير اللي عدت من ساعه ما عملت الحلقه دي. فيسبوك وانا دلوقتي الايجو عندي في السما، ما علينا. او ممكن حد يجي يقول لك اوه انستجرام، تيك توك، الريلز والشورتس، المحتوى القصير هيبوظ الدنيا وهيخليك مدمن. ودي حقيقه، الريلز والمحتوى القصير هيبوظوا الدنيا وهيخلوك مدمن شره. عايز محتوى قصير. انا عايز دلوقتي ابقى مدمن على الابلكيشن ده، انستجرام وتيك توك، مش قادر استغنى عنهم، مش قادر. ولكن في شيء تاني احنا مش بنتكلم عن ادمانه كتير، او مش بنذكره كتير لما نيجي نتكلم عن ادمان السوشيال ميديا بشكل عام، وهو هنا اللي احنا فيه دلوقتي، اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. ايوه يا جماعه انا مش هخاف واقول اليوتيوب هو ادمان. انت مدمن يوتيوب. شوف كام فيديو يوتيوب انت اتفرجت عليه النهارده. وانا كمان مدمن يوتيوب. ممكن يكون الموضوع بالنسبه لي قل شويه، ولكن في يوم من الايام انا كنت مدمن جدا على اليوتيوب. بجد انت مش متخيل. الحمد لله الواحد تعافى الى حد ما، بس انا عارف ان لسه في ناس مدمنين بشكل كبير على اليوتيوب، ولسه بيستخدموه بطريقه فيديوهات كتير. يوتيوب انت عارف انا بحبك، انا من زمان موجود معاك هنا، انا من زمان موجود على المنصه دي، ولكن في ادمان بيحصل هنا، في وقت بيضيع، فاحنا لازم نشوف ايه الوضع. انا عايز اخش معاك في ادمان اليوتيوب اكتر كده، واقول لك على حاجه. انت لو مدمن يوتيوب اكيد هتكون بتعملها، يعني بنسبه كبيره هتكون بتعملها، وهي ان انت بتتفرج على يوتيوب وانت بتاكل. ودي حاجه مخلياك مش قادر تبطل يوتيوب، ودي حاجه منتشره ما بين المجتمع بتوع الفولورز بتوع اليوتيوب، او الناس اللي بيتابعوا يوتيوب، ان هم مش هيعرفوا ياكلوا غير هم بيتفرجوا على فيديوهات يوتيوب. انا عارف عشان انا واحد منكم. لو انت بتعمل الحركه دي عرفني في الكومنتات، بس اهم حاجه انك تقول لي ايه نوعيه الفيديوهات اللي انت بتحب تتفرج عليها وانت بتاكل، عشان اخدها منك واعمل بلاي ليست واتفرج. عشان انا برضو مش بعرف اكل غير وانا بتفرج على فيديوهات يوتيوب، وانا اتفرجت على فيديوهات يوتيوب وانا باكل في اماكن غريبه. وانت تحت كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتاكد ان انت عامل اشتراك للقناه، يعني احنا على اليوتيوب دلوقتي فتعمل اشتراك. خلينا نفترض ان انا روحت البيت بعد يوم شغل طويل، روحت استحميت وظبطت دنيتي وسخنت الاكل، والاكل جاهز معايا الساعه 10 بالظبط. انا من الساعه 10 لحد الساعه 10 وتلت مثلا بدور على فيديو يوتيوب، موجود في رحله عبر اليوتيوب عشان الاقي الفيديو المناسب، لان مش اي فيديو يوتيوبي ينفع ان هو يبقى فيديو اكل ان انت تاكل عليه. وانا عارف ان انت كده، وانا شايفك دلوقتي. انا فعلا بص من عدسه، انا شايفك من عدسه اهو، انا شايفك. الو، بقول لحضرتك عايز 2 بيج ماك. تمام، شكرا. يا جماعه انا في اوقات كنت ببقى في الشغل كان بيبقى عندي بريك كده نص ساعه، المفروض ان انا انزل بقى بسرعه، يلا هصلي وهاكل وكده. كنت بقعد بقى احط التليفون قدامي، احط كده الايربودز واشغل فيديو على اليوتيوب واقعد اكل وانا بتفرج على الفيديو. في بريك نص ساعه بس. اوه ما انا مش مريض يا جماعه. انا قلت لكم ان انا تعافيت من ادمان اليوتيوب، وزي ما انا لسه قايل، واكيد انت عارف المعلومه دي، ان مش اي فيديو موجود على المنصه دي على اليوتيوب ينفع ان هو فيديو ان احنا ناكل عليه كده. مش اي فيديو، في حاجات معينه ما تبوظوش الشغلانه، ما تبوظوش المهنه. الفكره ان الخصله دي عندي من زمان، من قبل ما اصلا اتفرج على اليوتيوب، من وانا عيل صغير، ان انا بحب اكل يبقى في حاجه شغاله قدامي. احنا بعد كده بقى عندنا اليوتيوب، بقينا مش بنتفرج على التلفزيون، بقينا قاعدين هو اليوتيوب اللي معانا، فاحنا محتاجين واحنا بناكل اي حاجه احنا نتفرج على فيديو يوتيوب دلوقتي، خصوصا فيديوهات الاكل. بس ده مش معناه انك عشان تاكل لازم تتفرج على فيديو اكل خالص، في فيديوهات كتير وانواع كتير. انت قول لي في الكومنتات اسماء كده فيديوهات انت حاططها على جنب كده في البلاي ليست، او عارفها ان انت بترجع تتفرج عليها من وقت للتاني. انا عندي القائمه بتاعتي، انا عندي القائمه بتاعتي، بس حابب ازودها، فانت قول لي. يعني الموضوع يبقى خد وهات يعني. بس برضو ادمان اليوتيوب هنا مش مقتصر ان انت قاعد بتتفرج عليه وانت بتاكل وخلاص، انت بتتسحل مع اليوتيوب. عارفين السحله دي لما تكون قاعد كده وفجاه تكتشف يوتيوبر جديد، انت هتعيش مع اليوتيوبر ده، حتى هتجيب قناته من اول فيديو لحد اخر فيديو، انت بس عمال تتفرج على قناته، تتفرج على كل الفيديوهات لحد ما انت هتحفظ اليوتيوبر ده. انا بكلمكم دلوقتي في وقائع وحاجات، يعني حاجات حصلت بجد، حاجات حصلت معايا وانا صغير، او مع بدايه فرجتي على اليوتيوب. الموضوع ده حصل معايا، اني كنت بتسحل مع يوتيوبر لمده طويله جدا، وخلاص انا ببقى انا اليوتيوبر ده، انا خلاص انا اليوتيوبر ده يا جماعه. انا ما عنديش حياه، انا حياتي بقت اليوتيوبر. 17 سنه تقريبا الموضوع ده كان بيحصل. اكيد دلوقتي ما بيحصلش كده، يعني انا راجل دلوقتي، راجل بالغ، راجل كبير، راجل الناس بيقول لي عمو وانا في الشارع، يعني نحترم نفسنا شويه، نحترم نفسنا. اتسحلت في فيديوهات فلوجر معين، جبت الفلوجات بتاعته من الاول للاخر، انا بس عمالي
اتفرج على الحياه بتاعته. رحت جبت اهداف الاهلي في دوري 2010، فقعدت ريكومنديشنز تجيلي 2011 بطوله افريقيا 2016 هزيمه الاهلي من النجم الساحلي 3-1 على ارض استاد القاهره. ايه اللي حصل؟ وانا عمال اتفرج على الحاجات دي وعمال اخش من فيديو للتاني من فيديو للتاني وانا مش عارف ايه اللي بيحصل. انا مدمن يوتيوب. ايه ده؟ تصدق بقالي كتير ما اتفرجتش على الفلوج بتاع كريم السيد القديم ده اللي هو كان بيعمل كامبينج هو واولاده، وما اتفرجتش برضه على الفلوج القديم جدا بتاع حازم اللي هو افتتاح استبرق. بقالي كتير ما اتفرجتش على الفيديوهات دي. ما نيجي نخش كده ناخد لفه وتخش تدوس على الفيديو تلاقي نفسك جبت فلوج. ده الفلوج ده وحشني. اول لقطه بقى في الفلوج القديم، يا سلام انت في دوامه. وفيديوهات اليوتيوب مش بتخلص. وانا اسف يا يوتيوب لو انا بعمل حاجه غلط، انا مش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا لا، بس انا عايز اتكلم. انا من حقي ان انا اتكلم، صح يا يوتيوب؟ مان الله سيز فيديوز. كان المفروض من زمان اعمل القناه دي والله. كان المفروض ان انا بقى اتكلم براحتي. كنت محتاج ان اعملها. الموضوع جه متاخر بس it's never too late. It's never too late. It's fine. بص انا مع كل الهزار اللي انا عمال اهزره على اليوتيوب وكده ده والادمان بتاعه، بس انا ما اقدرش انكر خالص ان اليوتيوب فادنا جدا واتعلمنا منه حاجات. انا شخصيا اتعلمت من اليوتيوب كتير وفادني في حياتي وغير حاجات في حياتي بشكل جذري. حرفيا حاجات في حياتي اتغيرت بسبب اليوتيوب، بسبب محتوى كنت بتفرج عليه على اليوتيوب. بس الفكره انا بتكلم على كتر المشاهده اللي انت بتتفرج عليه. بتتفرج على حاجات ملهاش لازمه ملهاش فايده، وهي بتاثر عليك وانت بس عمال تضيع وقت وخلاص وانت مش فاهم ده. انت بس مسحول في اللي انت بتتفرج عليه. انت ممكن تقول لي انا بتفرج على محتوى تعليمي، انا بس قاعد مطبق على قناه دروس اونلاين. شوت اوت لقناه دروس اونلاين، بحب احمد ابو زيد جدا. قاعد بتفرج على قناه وليد طه. ايا كان انت لو بتتفرج على المحتوى ده وانت حرفيا ما بتعملش حاجه، ما بتطبقش اللي بيتقال، فاذا انت يعني اكنك ما بتعملش حاجه. لان المحتوى ده مش معمول عشان انت بس تستهلكه زي المحتوى الترفيهي ان انت بس قاعد بتتفرج عليه. هو مش فيديو يوتيوب انت تتفرج عليه وانت بتاكل، لا انت لازم تكون بتطبق. نفس الكلام على المحتوى التعليمي. الكورسات اكيد انت مش هتقعد تتفرج على كورس على اليوتيوب، اوكي ده هيفيدك جدا، بس مش هتقعد تتفرج عليه وانت قاعد بتاكل او انت قاعد كده على السرير ساند بتتفرج على الكورس بتاع ادوبي بريمير ولا الكورس بتاع الجرافيك ديزاين ده، ولا مش هينفع يعني. ما ينفعش. لازم تقعد وتطبق. ده كده يبقى انت تستهلك محتوى تعليمي صح. لكن انت بتستهلك محتوى تعليمي ان انت قاعد، او محتوى يعني هادف، او محتوى في حاجه مفيده ليك، محتوى مفيد قاعد بتتعلم عن المهارات الناعمه، عن السوفت سكيلز او كده، بس فعلا مش بتطبق ده في حياتك الحقيقيه وبس قاعد عمال تسمعه، يبقى انت ما بتعملش حاجه. انت بس قاعد بتستهلك محتوى تعليمي. اسمك قاعد بتستهلك محتوى مفيد وتعليمي، بس انت يعني اكشلي مش بتعمل حاجه. انت بس قاعد بتشبع ادمانك لليوتيوب. بص انا هديك نصيحه وبرضو اديها لنفسي، يعني زي ما اتفقنا مع بعض. انا اي حاجه بقولها لك فغالبا انا بقول لنفسي عليها وبشجع نفسي بيها. يعني انك تليمت الموضوع. انك اول حاجه ما تشتركش في قنوات كتير جدا. تمام؟ لو تقدر تقفل الريكومنديشنز اقفلها. تشترك في قنوات انت فعلا مهتم بالمحتوى بتاعها، انت بتحب الناس دي من زمان، انت فعلا بتستفيد من المحتوى ده، او انت بتحب الناس دي بس انت بتحب تتفرج عليهم. هتشترك في القنوات دي تبقى موجوده عندك. اليوتيوبر اللي انت بتحبه او القناه اللي انت بتحبها نزلت فيديو جديد وانت دلوقتي مش فاضي، هتاخد الفيديو تحطه في الواتش ليتر، تمام، وتخليه بعد كده تتفرج عليه في الوقت اللي انت فاضي فيه، او الوقت اللي انت خلاص خلصت كل حاجه وقاعد ما بتعملش حاجه. خلاص انا هقعد اتفرج على الفيديو ده. مش نزل فيديو جديد انا هروح اتفرج عليه دلوقتي واعمل لايك واعمل كومنت واعمل شير واعمل اللي انت المفروض تعمله مع الفيديو ده دلوقتي. ما انت فاهم اليوتيوب، انت راجل مدمن. لا بجد خلي فيه ليميتيشن للموضوع، انك تحدد الموضوع وانك ما تسيبش الموضوع كده سباح مداح كده تقريبا. ما تسيبوش السداح مداح يعني. واشغل وقتك، ذاكر، روح المدرسه، روح الكليه، اشتغل، خد كورس، روح الجيم، صلي. ما تخليش حياتك فاضيه. انا حياتي ما فيهاش حاجه لدرجه ان اي حد بينزل حاجه على اليوتيوب فانا بروح اتفرج عليها عشان انا مش لاقي حاجه اعملها. وانا بحبكم جدا. لو انت وصلت الوقت ده من الفيديو يعني بحبك يعني. ثانكس مان. شكرا ان انت قعدت تسمعني وتسمع الفضفضه بتاعتي. وبس كده. استغلوا اليوتيوب على قد ما تقدروا، خدوا منه معرفه على قد ما تقدروا، خدوا منه ترفيه على قد ما تقدروا بالحدود اللي احنا قلناها. ويا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب الفيديو يعجب اليوتيوب اساسا ان شاء الله. وبس كده. اشوفكم ان شاء الله المره القادمه. انا ادم خالد وسلام. في اغنيه محمود اسماعيل كان عاملها زمان وهي تنطبق عليا برضو في نفس الحال، اللي هي كانت بتقول على اليوتيوب من الثانويه عملت فيديوهات فور فن كتير ومش شويه. نوستالجيا.